السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نعمل فيديو مختلف. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. ويلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل الوصفة بتاعت اليوم ازاي. العامل الأساسي النهاردة من الوصفة بتاعتنا هيبقى البطاطس والقوانص. القوانص اللي هي بتاعت الفراخ. هتجيبي بقى أي كمية بطاطس انت هتحتاجيها، هتغسليها وتقشريها وتقطعيها بقى قطع عشوائي كده وهنسلقها. النهاردة هنعمل وصفة من حاجة كلنا كنا بنرميها، بس من غلاء الأسعار فاحنا دايما بنفكر في أي وصفات اقتصادية. أنا مش عايزة أقولك اقتصادية قوي، لأن النهاردة أقل تكلفة للأكلة بتبقى بالشيء الفلاني، فالله المستعان. فاحنا هنحاول كده نعمل وصفات اقتصادية إلى حد ما علشان العمل يمشي. وكل سنة وانتوا طيبين. أنا جبت بطاطس هقشرها وأقطعها قطع كده مكعبات وهنزل بيها أسلقها. النهاردة بقى هعمل لك وصفة جميلة تحفة من القوانص. هجيب بقى البطاطس كده هنزلها في المية المغلية واسلقها، ومعايا القوانص طبعا مغسولة كويس جدا. هشيل بقى الدهون اللي فيها ديت علشان ما تسببش ليا اي زفارة. طبعا مغسولة بمية بملح وخل، ومغسولة مرة واتنين وتلاتة. هجيبها بقى كده وهمسكها اقطعها لقطع عصافير صغيرة. السكينة هنا كانت بعافية معايا شوية، فاشتغلت بها شوية واستعنت بالمقص. هتقطعي بقى القوانص بتاعتك كده لقطع صغيرة علشان لما تنزلي فيها في المفرمة تبقى سهلة معاكي وما تبقاش قوية على المفرمة او الكبة. هقطع بقى كل القوانص اللي معايا. انا معايا حوالي كيلو، بس وصفة اليوم ما اخدتش الكيلو كله، لا فضل معايا كمان حابة اعملهم في وصفتكم. انا هنا بعد ما خلصت الكمية بتاعة القوانص وقطعتها عصافيري، هنزل بقى بيها في الكبة. لازم تقطعها قطع صغيرة علشان ما تبوظي لك الكبة بتاعتك. انا هنزل بقى فيها كده في الكبة وهفرمها فرم ناعم، يعني عايزاها ناعمة خالص. طبعا هنا البطاطس بوريكي كانت بتتسلق، هنا فرمت القوانص ناعمة تشوفيها اكنها لحمة، مفيش اختلاف. هتجيبي بقى طاسة على النار، هتنزلي بمعلقة سمنة بس، وهنزل بالقوانص المفرومة. انا عايزة انزل بمعلقة السمنة والقوانص كده وهسيبها على نار عالية، هتنزل كل السوائل المية اللي فيها. شايفين المية دي انا هتخلص منها عشان ما يبقاش فيها ريحة زفارة. هرميها وهرجع القوانص تاني في الطاسة على النار بدون المية. هتجيبي بقى هنا بصلتين كبار محترمين، هتبدأي تقطعيهم لا الجوانح لا مكعبات زي ما تحبي. لو حابة تزودي بصل اكتر من كده براحتك. انت البصل هنا عامة لما بتزوديه في اي اكلة بيطعمها وبيديلها نكهات مميزة. هنزل بقى بالبصل بتاعي. البصل ده الابيض الصعيدي ده معايا، مش البصل الاحمر. نزلت بيه بقى كده على القوانص، شايفين مفيش اختلاف عنها وعن اللحمة. هحسن بقى الطعم بشوية ملح وشوية فلفل اسود وشوية بابريكا وشوية بهارات لحمة. احنا النهاردة هنخليها تتبرق من الدجاج ونحولها لفصيلة اللحوم. هي دلوقتي هنحط لها بهارات لحمة علشان تطعمها كده وتحس بطعم اللحمة ببقك. هجيب هنا بقى فلفل كده الوان او فلفل اخضر او فلفل اصفر، بس اللي كان متوفر عندي بصراحة الفلفل الاخضر. دي كلها بتدي كده طعم وبتدي ميكس حلو للفراخ معاكي او للحمة او للحوم او اي حاجة بدي فيها ليها. هقطع بقى كده قرنين فلفل اخضر. اتحداكي تكوني شفت الوصفة دي في اي مكان، انصحك بانك تجربيها لان بجد النتيجة هتبهرك. وصفاتها سهلة ووصفاتها بسيطة. هتجيبي بقى حبيتين من الطماطم هتقطعيهم برضو لمكعبات. كل ديت نكهات بتزود المذاق معاكي. هتجيبي بقى كده حوالي 3-4 فصوص من الثوم، هتبدأي كده تفرموهم بالسكينة وتنزلي بالثوم وبالطماطم كده على المفروم بتاع القوانص. مش عايزة اقولك اللحمة ومش عايزة اقولك القوانص لان دي الشكل بيتحدث عن نفسه قدامك. هنزل بقى بالفلفل كده الاخضر. بعد ما نزلت بالطماطم وسبتها شوية هحسن بقى المذاق
بمعلقة هريسة شطة، وهريسة الشطة هنا اختياري، لو عايزة تستبعديها استبعديها. هنزل بقى بكوباية مية علشان نسوي القوانص فيها كده مع البخار مع كوباية المية، علشان تستوي معاكي ويبقى كل المكونات معاكي مستوية. تمام. هتغطي عليها بقى، هرسها كده شوية بالهراسة علشان ادمجها ببعضها، علشان برضو لو فيها تكتلات او حاجة تتفرد معاكي. هغطي عليها بقى تتشرب كوباية المية، ولو حسيت ان هي لسه محتاجة مية هنزل لها وهضيف لها بكوباية مية. هرجع هنا للبطاطس، هرستها شوية بالهراسة، وهزود المذاق بتاعها بقى بشوية فلفل اسود وشوية ملح، واحسن الملح بتاعها كده واظبطه. هجيب الهراسة وهنزل فيها هرس كده لحد ما انعمها خالص. طبعا احنا سلقينها سلق كامل، محتاجة بقى ان احنا كده نهرسها شوية بالهراسة علشان تنعم معايا وميبقاش فيها اي تكتلات. تمام كده. هتفضلي تهرسي فيها لحد ما تنعم معاكي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتغفر بها الذنوب وتخفي بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا ارحم الراحمين. انا معايا كده الصينيه اللي معايا مقاس 30. انا هقسم بقى الخليط اللي معايا بتاعه البطاطس، رشه زيت في الصينيه، وهنزل بكميه كده من البطاطس. خليها بالنظر واقسميها كده بالنص. هتنزلي كده بالكميه في الطبقه الاولى، هتحاولي تسويها كده بالاسباتولا. لو ما عرفتيش تتعاملي بالاسباتولا، رشه زيت على ايدك وتخبزيها زي ما انا بخبزها كده وتفردها في الصينيه، بحيث يكون الصينيه كلها متساويه زي بعضها، ما يبقاش مكان عالي ومكان رقيق زي ما حضرتك شايفه كده. بجد بجد الوصفه دي جميله، لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها، وولادك مش هيعرفوا يفرقوا ما بين القوانص وما بين اللحمه. انا عملت كده طبقه من البطاطس، هنزل بقى بمفروم القوانص. هنزل بقى كده بقى الطبقه التانية، يعني الطبقه الاولى البطاطس المهروسه، والطبقه التانية القوانص. حاولي بقى تفرديها كده. طبعا انا ما خدتش كل الكميه اللي معايا، فضل معايا كميه تانية من مفروم القوانص. بجد بجد الريحه تحفه، بسم الله ما شاء الله، وصفه ولا في الخيال. هاجي بقى في الطبقة التانية وهنزل بباقي البطاطس. هنزل بقى كده واحاول اوزعها في الصينية كلها، بحيث انك مش هتعرفي تفردي بايدك جامد، هتنزلي كده في كل مكان بقطعة وتحاولي تفرديها. تمام. صلى على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وزعي كده باقي كل الكمية اللي معاكي، وساوي كده الوش بتاع الصينية بتاعتك كده، بحيث ما يكونش فيه مفروم القوانص باين خالص، يعني تكون متغطية كلها. ساوي بقى الوش كده. لو عايزة تكتفي بيها كده وتدخليها الفرن، تمام، هتاخد وش وتطلعيها. لو عايزة تزوديها بقى وتجرنشيها كده بشوية جبن، يبقى حلوة قوي. عندي بقى شوية جبن، انزلي بيهم. عندك جبن ميكس، عندك جبن موزاريلا، ما عندكيش خالص ماشي برضو وشغالة، مش هتقول لا. انا هنا بقى نزلت بشوية جبن كده على الوش وهدخلها الفرن، بتدي كده شكل حلو. لو مش عايزة تحطي جبن، برضو عليك تجيبي برضو معلقتين صلصة او معلقتين بابريكيو وتدهني الوش كده لو انت عايزة اللون بتاعها احمر. انا كده دخلتها على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة. راعي ان احنا كل المكونات معانا مستوية، بطاطس وقوانص، وبسم الله ما شاء الله. هستنى بقى في تعليقاتكم تقولي لي الوصفة دي تاخد كام على 10. بسم الله ما شاء الله، النتيجة تحفة. أتمنى بقى يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلبكم، وأتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم، ويا رب تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.